بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من ملعب السير، والنهارده معانا حلقه شيقه جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم عن موضوع كلنا عايزين نتابعه الحقيقه الفتره الاخيره. النهارده هنتكلم عن نظام بطوله دوري ابطال اوروبا الجديد اللي هيبتدي من عام 2024. في البدايه يعني قبل ما نتكلم عن نظام البطوله، القصه بدايتها من صراع كبير جدا كان ما بين رؤساء اكبر الانديه في اوروبا وما بين رئيس الاتحاد الاوروبي، لان الحقيقه كان في اختلاف على نسبه الايرادات الخاصه بالانديه وتوزيع حصص الانديه بالنسبه لعوائد البطوله. لو تابعنا مع بعض بالنسبه لايرادات الاتحاد الاوروبي بالنسبه لبطوله دوري ابطال اوروبا كانت 3.4 مليار يورو، 85% منهم من حقوق البث، 12.8% من حقوق الرعايه، و1.3 من نسبه بيع التذاكر. فطبعا معظم الانديه وخاصه بعد جائحه كورونا حصل صراع كبير جدا ما بين رؤساء الانديه وما بين الاتحاد الاوروبي، ويمكن اللي زود الطين بله او اجج الصراع بشكل كبير جدا القانون اللي اصدره الاتحاد الاوروبي، وهو اللعب المالي النظيف. وهو طبعا ان عجز الميزانيه بالنسبه للانديه خلال اخر 3 سنوات ما يزيدش عن 30 مليون يورو، في حين بعض الانديه زي مانشستر يونايتد وصلت 400 مليون يورو تقريبا. يمكن هنستعرض ده في الجدول مع حضراتكم دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين عندنا مانشستر يونايتد، في اتلتيكو مدريد، في انتر ميلان، في اي سي ميلان، في ليفربول، وطبعا العديد من الانديه. فطبعا رؤساء الانديه بالنسبه لكبار انديه اوروبا قالوا لا ما ينفعش يعني، وخاصة بعد جائحة كورونا كانت الأشغال بالنسبة للاستادات كانت تقريبا صفرية، فطبيعي جدا الإيرادات كانت بتقل بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لحصص الأندية. طبعا قرر رؤساء الأندية الكبار إن هم يتمردوا على نظام الاتحاد الأوروبي، وقرروا إن هم يعملوا بطولة السوبر ليج اللي طبعا بعد دراسة كان متوقع ان هي تحقق 4 مليار يورو، وبالتالي ده كان قرار مناسب ليهم ان هم يقدروا ان هم يوزعوا حصصهم بالنسبه بقى لحقوق الرعايه وبالنسبه لحقوق البث طبقا لقوه كل نادي وطبقا لجماهيريته ونسبه اشغالاته بالنسبه للاستادات. ولكن طبعا الاتحاد الاوروبي رفض الامر ده. يمكن في الوقت ده رئيس الاتحاد الاوروبي وصف سلوك رؤساء الانديه ده وصف صعب جدا في كلمات بسيطة، قال ان هم بيبصقوا على جماهير كرة القدم وان هم جشعين ماليا. وده طبعا كان من وجهة نظره، لانه الاندية يعني قررت مع نفسها ان هي تنظم بطولة جانبية، وان هم طبعا يكسروا نظام الاتحاد الاوروبي، وكل ده بيأثر على نظام البطولة وبالنسبة لجماهيريتها وبالنسبة للمتعة والمتابعين. فطبيعي جدا انت كده بتعمل خلل في المنظومه، ولكن على الاقل ممكن تعبر عن وجهه نظرك، ممكن تحاول انك توجد حلول. ولكن فكره انك انت تقرر ان انت تخرج خارج من المنظومه وتقرر ان انت تعمل لنفسك منظومه مختلفه علشان بتبحث عن هدف مالي بشكل مختلف وتضرب بعرض الحائط قوانين اللعبه كلها والمنظومه كلها، فطبعا ده كان شيء غير مقبول، وكانت سياسه بتنم عن فكر مالي وبزنس بشكل بحت جدا. ولكن في النهايه قرر رئيس الاتحاد الاوروبي انه يتفاوض مع رؤساء الانديه على ترابيزه المفاوضات. في النهايه خرجوا لنا بحل وسط، وهو نظام دوري ابطال اوروبا الجديد اللي متوقع انه يتحقق منه ايرادات من 4.5 ل 4.8 مليار يورو. حصه الانديه بالنسبه لل 3.4 مليار يورو اللي هي بالنسبه للبطوله الحاليه الايرادات الماليه منها 1.95 مليار يورو بيذهب للانديه، و1.3 مليار يورو بيدخل خزينه الاتحاد الاوروبي. بالتالي بالنسبه لنظام البطوله الجديد اللي هو هيصل من 4.5 ل 4.8 مليار، يزيد عن الايرادات بالنسبه للنسخه الحاليه بقيمه 40% تقريبا. ويمكن ده كان حل وسط بالنسبه لرؤساء الانديه وبالنسبه للاتحاد الاوروبي. طبعا التساؤل بيطرح نفسه دلوقتي، اكيد في شغف كبير جدا عند حضراتكم زي ما انا اكيد عندي نفس الشغف ان احنا نعرف ايه هو نظام بطوله دوري ابطال اوروبا الجديد، وايه هيكون الاختلاف ما بينه وما بين النسخه الحاليه. طيب تعالوا مع بعض بقى، ويا ريت مهم جدا جدا كلنا نركز مع بعض في الكلام اللي هنوضحه دلوقتي. في البدايه هيبقى فيه 36 فريق، معنى كده ان النسخه الحاليه كانت 32 فريق، ان النسخه الحديثه هتكون 36 فريق. طيب معنى كده ان في 4 مقاعد زياده. 4 مقاعد زياده دول هيكونوا لمين؟ ده اللي هنتابعه دلوقتي مع بعض. مقعد من ضمن الاربع مقاعد هيكون للفريق اللي الدوري اللي بيلعب فيه مصنف الخامس اوروبيا، اللي هو في الوقت الحالي او في الفتره الاخيره هو فرنسا. يعني فرنسا كان ليها مقعدين وكان المركز الثالث دايما من عندهم بيلعب ملحق، لا دلوقتي خلاص لو فرنسا حصلت على التصنيف الخامس بالنسبه للدوريات الاوروبيه هيبقى المركز الثالث من عندهم هيصعد لبطوله دوري ابطال اوروبا، يبقى ده اول مركز من ضمن الاربع مراكز الجديده اللي هتزيد على ال 32 فريق. يبقى في مقعد ثاني بالنسبه للفريق اللي فريق اخر من الدوري اللي بيلعب فيه حاصل على بطوله دوري ابطال اوروبا. يعني على سبيل المثال
المثال هنفترض ان ليفربول او مانشستر سيتي حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا، فبالتالي الانجليزي بناخد منه 4 مقاعد، كده هيبقى في مقعد زياده في دوري ابطال اوروبا للمركز الخامس من الدوري الانجليزي، يبقى ده كده مقعد ثاني بالنسبه للاربع مقاعد. طيب المقعد الثالث والرابع، المقعد الثالث والرابع ونركز قوي في النقطه اللي هنوضحها دلوقتي، المقعد الثالث والرابع الدوري اللي انديته هتحقق اعلى نقاط بالنسبه للمشاركه في الدوريات الاوروبيه. يعني على سبيل المثال عندنا الدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الانجليزي والدوري الهولندي، هنفترض ان من هنا كان فيه 3 4 فرق، ومن هنا برضو كذلك 3 4 فرق بتشارك في الدوري المؤتمر الاوروبي ودوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي. الاربع هنفترض ان فرق فرنسا حصلت على 100 نقطه، فرق هولندا حصلت على 150 نقطه، فرق انجلترا حصلت على 170 نقطه، يبقى معنى كده ان الدوري الانجليزي حصل على اعلى عدد من النقاط، يبقى هناخد فرقتين من الدوري الانجليزي يلعبوا في بطوله دوري الابطال الاوروبيه، يبقى كده الدوري الانجليزي هياخد مقعدين زياده غير الاربع مقاعد. فمعنى كده انه ممكن الدوري الانجليزي يبقى فيه 7 مقاعد من عنده في بطوله دوري ابطال اوروبا، لو فريق من عندهم اخذ دوري ابطال اوروبا، ومقعدين لو هم اخذوا اعلى نقاط بالنسبه للدوريات الاوروبيه. وطبعا كذلك هيبقى فيه فرص بالنسبه لانديه اسبانيا وبالنسبه للدوريات اللي فرقها هتكون مشاركه في دوريات اوروبيه وهتحقق اعلى من النقاط، فطبعا ده هيخلي المنافسه شرسه وهيخلي كل الفرق عندها الرغبه، ولكن في النهايه بنسبه كبيره، وعلشان كده انا شايف ان دي نقطه وهتكون ظالمه شويه، انه هتكون طبعا بالنسبه للدوريات القويه زي الدوري الانجليزي اللي عندهم فرق قويه وطبعا عندهم امكانيات ماليه كبيره وعندهم لعيبه متميزه. ايه بقى النظام الجديد؟ النظام الجديد هيكون كالاتي: النسخه اللي قبل كده كانوا 32 فريق بيلعبوا دوري مجموعات، وكنا بنلعب كل مجموعه فيها 4 فرق، لا هيبقى ال 36 فريق هيلعبوا بنظام الدوري. يعني ايه هيلعبوا بنظام الدوري؟ يعني النهارده كل فريق من ال 36 فريق هيلعب 8 ماتشات، 4 ماتشات بنظام الذهاب و4 ماتشات بنظام العوده، والاربع فرق اللي هتلعبهم بنظام الذهاب هيكونوا مختلفين عن الاربع فرق بنظام العوده، وده هيكون طبقا لقرعه. نركز تاني في المعلومه دي، هيبقى عندنا 36 فريق بنظام الدوري. يعني ايه بنظام الدوري؟ هيبقى عندنا كل فريق بالنسبه لل 36 فريق هيلعب 8 مباريات، 4 مباريات ذهابا و4 مباريات ايابا. هنرتب الفرق طبقا للحصول على الاعلى النقاط، وطبعا الفريق اللي هيلاعب 4 فرق ذهابا و4 فرق ايابا دول هيكون طبقا للقرعه، لان الفرق هتكون مختلفه. تمام؟ واول 8 فرق هتحصل على اعلى عدد من النقاط دي هتصعد لدور ال 16. يبقى احنا كده محتاجين 8 فرق كمان. هيبقى عندنا من المركز التاسع للمركز ال 24 هنلعب مباريات فاصله بنظام الذهاب والاياب. المركز التاسع هيلاعب المركز ال 24، المركز العاشر يلاعب المركز ال 22 وهكذا. الفرق هناخد منهم 8 فرق هيصعدوا معانا لدور ال 16، يبقى احنا كده معانا 16 فريق. يبقى ده النظام الجديد، بالنسبه عدد المباريات هيزيد من 125 مباراه ل 189 مباراه، وده طبعا هيزود في حقوق الرعايه وهيزود في نسب بيع التذاكر، لان طبعا عدد المباريات هيبقى اكبر، وكذلك في طبعا في حقوق البث لان عدد المباريات هيزيد، فمتوقع ان الدخل يزيد بنسبه كبيره، وبالتالي ده هيأثر بالايجاب على الايرادات الخاصه بالبطوله من خلال القيمه الماليه والقيمه التسويقيه للبطوله هتكون اكبر بشكل مختلف عن النسخ السابقه. في اخر حلقتنا كده خلينا نلخص بقى مع بعض كده مره ثانيه النظام الجديد بالنسبه لبطوله دوري ابطال اوروبا الجديده. يبقى مره ثانيه احنا هيبقى معانا 36 فريق، 4 مقاعد زياده. المقعد الاول هيكون للفريق اللي الدوري الخاص بيه حاصل على التصنيف الخامس اوروبيا، المقعد الثاني هيكون للفريق من الدوري اللي بيلعب فيه حاصل على بطوله دوري ابطال اوروبا هياخد مقعد زياده، ومقعدين هيكونوا للفرق اللي الدوري المشاركين فيه حاصل على اعلى عدد من النقاط بالنسبه للدوريات الاوروبيه بالنسبه لمشاركه فرقهم. يبقى احنا كده معانا 4 فرق، يبقى احنا كده بنتكلم في 36 فريق. هنلعب بنظام الدوري في مجموعه واحده 36 فريق، كل فريق هيلعب 4 مباريات بنظام الذهاب ونظام الاياب. ال4 فرق اللي هلاعبهم في مباراه الذهاب هيكونوا مختلفين عن ال4 فرق اللي هلاعبهم بنظام العوده، وده هيكون طبقا لقرعه. اول 8 فرق هتصعد لدور ال 16، بعد كده المركز ال 25 للمركز ال 28 دول هيكونوا اول. بالنسبه للمركز التاسع المركز ال 24 هنلعب مباراه فاصله بنظام الذهاب والاياب، وهناخد منهم 8 فرق. المركز التاسع هيلعب مع المركز ال 24 وهكذا. تمام؟ يبقى احنا كده معانا 16 فريق، وبعد كده بقى نكمل مشوارنا في البطوله. مباريات هتكون جميله جدا. طبعا بقى كلكم هتقولوا لي دلوقتي طب احنا هنفتكر المباريات دي ازاي؟ دوري المجموعات كان منظم، انما دلوقتي ده كل فريق هيلعب 8 مباريات. انا في ملعب السير هننظم لكم الامور دي كلها بشكل مختلف جدا وكلنا نستمتع بيها. في نهايه حلقتنا بحب اشكركم دايما على دعمكم المتواصل لينا، وبشكركم جدا على تعليقاتكم، ودايما منتظر منكم مزيد من التفاعل. ما ننساش طبعا نعمل اشتراك لقناتنا على اليوتيوب ملعب السير، ونعمل فولو ونعمل متابعه لصفحتنا على الفيسبوك،
ونفعل الجرس عشان توصل اشعاراتنا اول باول. وانتظروا مننا حلقات متميزه، ودايما انتظروا مننا مفاجآت الفتره اللي جايه. والى اللقاء في ملعب السير.